طيب انا اتعلمت شويه واشتريت كاميرا بسيطه وبدات يعني عايز بقى اشتغل. السؤال ده اعمل برضو عارفه كويس قوي. يعني انا يعني اجيب كلاينت منين؟ اول كلاينت ده دايما صعب. في طريقتين انت تجيب كلاينتس. اول حاجه السوشيال ميديا ماركتنج، طبعا انت تقعد تعمل ماركتنج، ومي هنا يلا هتفيدك في الموضوع ده تعلمني. اكتر طبعا. بس انا عايز بقى المفاجاه ان انا مش بعمل اي ادز ليا على الانستجرام نهائيا. انا اتخضت يعني. لا بالعكس، بالعكس انا بقول كده يا جماعه ما تعملوش ادز. بجد؟ طبعا حلو جدا. كونتنت. ايوه اعملوا كونتنت، ايوه ما ده تعملوش حقيقي. ادز. انت صح، اوعى تعمل ادز. لا مش بعمل ادز خالص. كذا حد يقعد بقى يقول لي اعمل ادز وبتاع، وانت ليه الناس لا انا مش بعمل ادز نهائي. اكونت فيه رقم كبير من الفولورز الحمد لله، بس العدد ده كله جاي اورجانيك، مش فيك لايكس ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. وياك تعمل فيك لايكس برضه عشان دي حاجه مستفزه جدا يعني. فالسوشيال ميديا موجوده لمجرد ان انا اعمل بس براندنج لاسمي، بس ان الناس تبقى عارفه مين هو عز او كده. لكن الاهم بالنسبه لي هو بقى الورد اوف ماوث. اوكي. اني انا صورت النهارده المي، فمي عرفت كويس قوي الكواليتي اللي انا بقدمها بالاكسبيرينس اللي خدتها مني، لاني مش مجرد الصوره النهائيه هي اللي بتكون السبب في ان الكلاينت يتعامل معايا. الاكسبيرينس كلها بتاعت العميل. بالظبط كده بالظبط.